وأعظم ما يحصل عند الناس من الجهل يكون سببه الرجوع إلى من لا يوثق به في علمه، تجده يستند فيما يأخذه من معلومات إلى ما في بعض المواقع التي تكون في الانترنت، المواقع الحوارية. من كتب هذا المقال الذي أخذت منه هذه المعلومة؟ قال وجدته في الساحات. من كتبه؟ قال لا أعلم، شخص رمزه سين ألف باء. كيف ترجع إلى من لا تعرفه ولا تثق به ولا تعرف مكانته؟ هذا من الأمور المحرمة شرعا. كذلك عندما يرجع إلى كتابة كتبها شخص رمز لاسمه برمز حامل إسلام. من هو حامل إسلام هذا؟ متقي ربه. من هو متقي ربه؟ قال هكذا وجدناه يوقع في الانترنت بهذا الرمز. هذا مجهول، ولا يجوز الرجوع إلى المجهولين، وإنما يرجع إلى أهل العلم. وهكذا قد يرجع الإنسان إلى بعض الأشخاص الذين تبرزهم بعض الوسائل الإعلامية على أنهم معادون للغرب. يقول فلان يعادي أمريكا وبالتالي نأخذ كلامه. نقول لا، ليس هذا هو المصدر الذي نوثق به الشخص أو لا نوثقه. كونه يعادي أو يوالي هذا ليس معناه أنه عنده علم. العلم الشرعي له مستند وله أصول.